الجنيه المصري ينخفض أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 47 جنيه و46 قرش للشراء في البنك المركزي المصري. أهلا بكم في قناتكم اللي بتقدم لكم أحدث وأخبر أسعار الدولار الأمريكي وبعض العملات الأجنبية والعربية. الدولار النهاردة طلع شوية قدام الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم. أسعار الدولار سجلت ارتفاع بسيط من 4 ل7 قروش في أغلب البنوك. في البنك التجاري الدولي CIB سجل الدولار 47 جنيه و51 قرش للشراء، 47 جنيه و61 قرش للبيع. في بنك التعمير والإسكان سجل الدولار 47 جنيه و47 قرش للشراء، 47 جنيه و57 قرش للبيع. في البنك المركزي المصري سجل الدولار 47 جنيه و46 قرش للشراء، 47 جنيه و60 قرش للبيع. أما في باقي البنوك سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 47 جنيه و50 قرش للشراء، 47 جنيه و60 قرش للبيع. وأخيرا في بنك مصر سجل الدولار 47 جنيه و47 قرش للشراء، 47 جنيه و57 قرش للبيع. لو عايزين تتابعوا كل جديد عن أسعار الدولار والعملات والبورصة دوسوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.